السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهارده تشيز كيك على البارد بطريقة سهلة جدا. عملتها معاكم قبل كده أول ما فتحت القناة، بس غيرت في الوصفة شوية مكونات بتخلي طعم التشيز كيك تحفة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا اسمي نوجة، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنعملها الطبقة الأولى طبقة البسكوت. عندي 350 جرام بسكوت شاي سادة، أي نوع بسكوت شاي أنت بتحبيه، ونص كوباية زبدة سايحة 100 جرام. هنطحن البسكوت في الكبة زي ما انتوا شايفين، ومش هنطحنه ناعم قوي، هنخليه عامل زي رمل البحر. هحط عليه الزبدة وأقلبه كويس. هغلف كل حبات البسكوت بالزبدة، وهاخد شوية من البسكوت أكورهم بإيدي بالشكل ده. لما ألاقيه متماسك يبقى كده تمام. هحط البسكوت في صينية مخصصة للتشيز كيك مقاسها 26، وحاطة فيها فاكيوم. فكرة الفاكيوم دي حلوة جدا، لما تيجي تطلعي التشيز كيك من الصينية هتطلع معاكي بكل سهولة، ومش هتضطري تستخدمي السكينة وتبوظي الصينية بتاعتك. هنفرد البسكوت بطريقة متساوية، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، وهنضغط عليه بإيدينا علشان يتماسك، وهندخله التلاجة لحد ما نعمل الطبقة التانية. علشان أعمل طبقة التشيز أول حاجة هعملها هدوب الجيلاتينة. عندي معلقة ونص كبيرة جيلاتينة بودر 25 جرام. هحط عليهم نص كوباية مية دافية، وأقلبهم كويس وأركنهم على جنب. ودي جبنة تشيز بنجيبها من عند محلات مستلزمات الحلواني، اسمها دكتور بيكر. الربع كيلو منها ب30 جنيه. طعمها حلو جدا وبتدي نتيجة كويسة قوي. هحطها في بولة واحط عليها حوالي تلت كوباية حليب محلى مكثف. هحط لكم لينك الحليب المحلى المكثف في صندوق الوصف. وهخفق بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقة، وبعدين أحط عليها نص كوباية قشطة وش اللبن 125 جرام، وهخفق المكونات كلها مع بعض لحد ما يبقى القوام ناعم جدا وكريمي. وده كده شكله. في بولة تانية هحط فيها حوالي كوبايتين لبن ساقع متلج، وكوباية كريم شانتيه، وهخفق لحد ما الكريمة تهيش ويبقى قوامها بالشكل ده. أحط عليها نص كوباية نوتيلا بيضة، وأشغل المضرب لمدة دقيقة لحد ما الشوكولاتة تمتزج مع الكريمة. وفي المرحلة دي هبتدي أحط الجبنة على الكريمة وأقلبها بالراحة من تحت لفوق بسباتيولا. هحطها جزء جزء وأقلب زي ما انتوا شايفين. وبعدين أحط على الكريمة الجيلاتينة. طبعًا الجيلاتينة هتتماسك، يا إما هتحطيها في الميكروويف لمدة نُص دقيقة، يا إما هتحطيها في طبق فيه مَيّة سخنة علشان تفُك. بس أهم حاجة الجيلاتينة لمّا تيجي تتحط على الكريمة تكون باردة، علشان الكريمة ما تسيحش. وهنصفّيها بمصفى عشان بيكون فيها تكتلات صغيرة، وبعدين نقلّبها كويس زي ما أنتم شايفين. أحط طبقة التشيز فوق طبقة البسكوت وأفردها، وبمنديل وهامسح الكريمة اللي على الفاكيوم، وهادخّلها التلاجة لمدة 6 ساعات تتماسك. وممكن نعملها من بالليل ونقطّعها تاني يوم الصبح. وده صوص الكريز اللي عملناه قبل كده مع بعض في موسم الكريز. ما شاء الله زي ما هو متماسك ومش مهري. هابتدي أوزّعه على الوش بالشكل ده، ونشيل الصينية. شايفين الورق الفاكيوم بيتشال من عليها بكل سهولة. وده كده شكلها النهائي، شكلها وطعمها تحفة. طبقة التشيز متماسكة وناعمة جدًا. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم، وما توفيقي إلا من عند الله. دمتم في رعاية الله، سلام عليكم.